تعالوا بقى نعمل النهارده رز كبسة مصري بالفراخ، بصدور الفراخ كده. بصوا عامل ازاي، حاجة كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، طعم ايه وريحة ايه ونفس ايه وجمال ايه ما اقولكوش. حاجة كده من الاخر يا حبايبي. الرز مفلفل وجواه صدور الفراخ كده مستوية جواه كده زي العسل كده، حاجة دايبة كده وسكر كده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، اعملوا اشتراك بالقناة مطبخ قناة عبده. كل اللي ما يعرفنيش مطبخ انا عبده تنوروني يا حبايبي بالاشتراك. في كلمه اسمها الكل كده دوسوا عليها علشان يجيلكم باشعار مني اي وصفه جديده انا بنزلها. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هنصلي على الرسول. معانا صدر فرخه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، هقطعه مكعبات كبيره. تمام، زي ما انتم شايفين كده مكعبات كبيره، يعني مش هنقطعه صغير، هنقطع الصدر كده مكعبات كبيره كده حلوه، يعني قد الليمونه الصغيره كده. بصوا كده اهو، هنقطع كده، ده حوالي نص كيلو صدور فراخ. تمام، ويطلع الطعم معانا كده زي ما شفت في اول الفيديو كده يا جماعه، الشكل وطعم وحاجه كده بسم الله ما شاء الله. هنقطع نص كيلو صدور فراخ او حسب الكميه، حسب عدد افراد الاسره اللي هيعملوا. اعملوا على قد الايه عدد الافراد الاسره. تمام، ومعانا نص كيلو رز مصري. الرز المصري يا حبايبي اللي حبه العريض الحلو ده. تمام، هنعمل ايه تاني يا حبايبي؟ صلوا على النبي كده واذكروا الله. معانا بصلايه كبيره. تمام، هنقطعها قطع صغيره كده. تمام، بقدر الامكان نقطعها صغيره كده عشان ما تبقاش باينه في الرز. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، هنقطع البصله قطع صغيره خالص بعد ما قطعنا الفراخ. صلوا على النبي كده واذكروا الله في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي واخواتي في الله، بحبكم بره مصر وجوه مصر منوريني. بصوا بقى، قطعنا البصله، معانا 2 طماطم. هنشيل بس الحته اللي فوق دي كده وهنقطعها هي كمان مكعبات، بس دي بقى مكعبات صغيره خالص. تمام، وبعد ما قطعناها زي ما انتم شايفين كده، هنحطها في الطبق ونشوف ايه تاني هنعمله تاني. حاجه كده في الاخر يا حبايبي بتدي الطعم والنكهه. وقرن فلفل كمان، هنشيل بس البذر بتاعه كده ونقطعه يعني مكعبات صغيره خالص كده. بصوا انا مقطعه حته صغيره خالص كده. بصوا كده اهو. هنعمل ايه تاني بقى؟ معانا حله على النار فيها معلقه سمنه على معلقه زيت. تمام، معانا 3 فصوص حبهان، ومعانا 3 ورقات لوري، ومعانا بقى كركم وكمون وملح وفلفل اسود. كركم وكمون وملح وفلفل اسود. هنحط الحاجات دي كلها يا حبايب قلبي في السمنه، تدي النكهه كده في السمنه الاول زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. لو وصلتوا لحد هنا حطوا اللايك للفيديو عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. وكل متابعيني انا بحبكم في الله بره مصر وجوه مصر. هنضيف بقى البصله تدبل بس. البصله هنا بتدبل بس، ما بحمرهاش. تمام، وبعد كده هضيف معانا هنا نص كيلو رز. بوريكم نص كيلو رز مصري جميل جدا، بس انا هنا ما غسلتش الرز يا حبايبي. الرز هنا انا ما غسلتوش، ده الحبه العريضه النضيف معقم، يعني معبأ آليا، يعني ما فيش ايد لمسته. نضيف مش محتاج يتغسل. في الكبسه بالذات وفي المحشي برضك ممكن تضيفوه كده على طول. ده مش رز بلدي يا حبايبي، ده رز نضيف جدا ومتنقي حبه من حبه. حطينا هنا الفراخ. صلوا على النبي كده واذكروا الله. حطينا الفراخ هنا في فوق البصله بعد ما ضفنا في السمنه ورقتين من اللوري اللي هو الورق اللوري، و3 حبات فصوص حبهان 3. ولو عندكم ليمون مجفف برضك ممكن تقدروا تحطوا. تمام، صلوا على النبي كده واذكروا الله، وخشوا بقى على الوصفه الجميله دي جربوها وقولوا رايكم في الكومنتات. صلوا على النبي كده. معانا مرق الدجاج كمان، والبهارات زي ما قلت لكم عباره عن كركم، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه يعني نص معلقه من الملح. مش هنكتر ملح علشان احنا حطينا مرقه وشوربه، والشوربه محدقه والمرقه متحدقه، فعشان ما تطلعش مالحه معانا جامد ولا حادقه هنحط الكميه المناسبه من الملح. تمام، وضفنا الطماطم وضفنا الفلفل زي ما انتم شايفين كده، وهنديها سنه ميه صغيره كده، يعني حوالي ربع كوبايه شاي ميه او نص كوبايه، لحد ما تتسبك معانا كده وتستوي الفراخ بكل الخلطه دي مع بعضيها كده، تطلع في الاخر بسم الله ما شاء الله اهي بتتكلم عن نفسها. هنسيبها تتسبك على النار شويه كده لحد ما الفراخ تتطعم من البهارات العسل ديت. تمام،
ومعانا شوربه، معانا حوالي كوبايتين شوربه. المقدار بتاع الميه يا حبايبي او الشوربه ممكن تحطوا ميه مع المرقه وممكن تحطوا شوربه. تمام. المقدار بس عقل الصباع كده فوق الرز. الرز البلدي محتاج عقل الصباع كده بايديكم كده فوق الرز. تمام. يطلع مفلفل زي ما شفتوا في اول الفيديو كده وجميل. بس اهم حاجه ان احنا نظبط الحاجه عشان تطلع الحاجه مظبوطه معانا. احنا هنا بنسبك الحاجه ديت عشان تطعم الفراخ من طعم البصل والبهارات، تطلع معانا كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم صل على النبي. اهي اهم حاجه ان هي تستوي بس شويه كده عشان تاخد لون الكركم، تاخد اللون بتاع الكركم في الفراخ، وتاخد الطعم وتاخد الريحه الحلوه والحاجات البهارات اللي احنا حاطينها ديت. لو عندكم عود قرفه ماشي، عندكم ليمون مجفف ماشي، بس انا ما عنديش الليمون، ما جبتش ليمون الصراحه، بس ممكن تحطوا ليمون مجفف بردك. بصوا هنا يا حبايب قلبي اهو، حطينا ايه يا حبايب قلبي، هنزود شويه ميه كمان وشويه شوربه، حطينا الشوربه وميه. تمام. هنسيبها تغلي، نروح جاي ضايفين الرز عليها، بعد ما تغلي هنضيف الرز عليها. تمام. زي ما انتم شايفين هندوق بس عشان لو عايزه ملح او عايزه ميه هنحط، وهنضيف كميه الرز اللي معانا هنا حوالي نص كيلو رز يا حبايبي، حسب العدد بتاعت افراد الاسره هتعملي حسب عدد افراد الاسره. وهنغطي عليها يا حبايبي لحد ما تستوي. وهنا غرفنا في الطبق كده، غرفنا في طبق استانلس وقلبناها كده، طلعت معانا الفراخ عسل والرز مفلفل وجميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الاخر يا حبايبي. جربوا الوصفه دي وقولوا له ايه في الكومنتات يا حبايبي رايكم فيها، حبايبي بره مصر وجوه مصر. انتوا اخواتي وحبايبي. ما تنسونوش في اللايك بقى ودعم للفيديو، عشان تشجعونا نستمر في النشر كده يا حبايبي. تسلموا لي يا رب العالمين. بصوا كده اللهم صل على النبي، حاجه جميله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، طعم ايه ومفلفل. بصوا حبه وحبه كده ما شاء الله عليه. اللهم صل على الحبيب النبي محمد. يا ريت تجربوه كده وتقولوا رايكم ايه. الرز العسل ده، الكبسه اللي هي بصدور الفراخ.